تخيلوا ان حصل اكبر عملية سرقة في تاريخ اليابان من غير اي نوع من انواع القوة. والمبلغ اللي اتسرق ما كانش كبير قوي، يعني ده حوالي 300 مليون ين ياباني بس مش اكتر. الحادثة دي اتصنفت انها اذكى عملية سرقة في تاريخ اليابان، ومحدش عرف لحد النهاردة مين اللي نفذها. ويا ترى كان ايه رد فعل الحكومة اليابانية؟ الحكاية بتاعتنا النهاردة حصلت في اليابان، في طوكيو بالتحديد سنة 1968. في الوقت ده اليابان الاقتصاد بتاعها كان منتعش، لأن في الفترة دي كانت بدأت الثورة التكنولوجية. وطبعا اليابان كان لها تأثير كبير جدا في التكنولوجيا. طبعا لما اقتصاد الدولة بيبقى كويس، البنوك بيبقى فيها فلوس كتير، وبتبقى مطمع لكتير من الحرامية، فبيعملوا سطو على البنوك. بس النهاردة الحكاية اللي احنا هنحكيها اقل بكتير من ان احنا نقول عليها سطو، مع انها اكبر عملية سرقة في تاريخ اليابان. المهم في بنك اسمه نيهان تراست بنك، ويا رب اكون قلت الاسم صح. مدير البنك ده جاله رسالة على بيته، بس لما فتحها اتصدم، لان كان فيها تهديد ليه من شخص مجهول. ومكتوب في الرسالة دي ايه؟ ان لو ما بعتش 300 مليون ين ياباني على موقع معين هيفجر بيته. طبعا اتصدم وجاله ذهول ان ايه اللي بيحصل ده ومين ده اصلا. بس المدير خاف شوية وبعدين اتعامل عادي جدا. بس المفاجأة بقى لما راح البنك لقى على المكتب بتاعه نفس رسالة التهديد، فطبعا خاف جدا واترعب، فاتصل بالشرطة. بس الرسائل دي فضلت تتبعت ليه دايما، والشرطة قررت ان هي تحط مراقبة على البيت بتاعه وعلى البنك لأي ظروف. والمدير عمل اجتماع في البنك عشان الكل ياخد احتياطه من أي عملية سطو مسلح تحصل على البنك. وبعد كام يوم من رسائل التهديد، بالتحديد في يوم 10 ديسمبر سنة 1968، البنك كان هيسلم مبلغ حوالي 300 مليون ين لشركة توشيبا العالمية. وعارفين إن شركة توشيبا كبيرة وفيها عدد كبير جدا من الموظفين، وكان آخر السنة وكان في مكافآت هتتوزع على الموظفين، وهياخدوا فلوس كاش. والبنك كان مسؤول انه يوصل المبلغ لفرع في طوكيو. ومدير البنك كلف في 4 موظفين بمهمة نقل الفلوس دي، فحط الفلوس في 3 أو 4 شنط ومقفولين كويس، وحطوهم في شنطة العربية. وطبعا الطريق للشركة ما كانش بعيد قوي عنهم، فطبعا اتجهوا وراحوا ناحية الشركة. بس اللي انا مستغرب له بقى، ازاي حد يتحرك بالمبلغ ده بدون اي حراسة معاه؟ المهم هما في الطريق جه ضابط شرطة راكب الموتوسيكل بتاعه، ووقف قدامهم وقال لهم ان مدير البنك بتاعهم البيت بتاعه انفجر وفيه وفيات واصابات كتير. طبعا اول حاجة جت في بالهم ان اللي بيهدده نفذ التهديد بتاعه فورا، وما جاش في دماغهم اي حاجة تاني غير كده. وظابط الشرطة قال لهم ان انا وقفتكم لدواعي امنية، لان ممكن يكون في متفجرات في البنك وعربيات البنك كلها. فقال لهم انزلوا ندور في كل مكان في العربية على اي متفجرات. والظابط نزل تحت العربية وحط فلير دخان. الموظفين افتكروا انها قنبلة، فهربوا واستخبوا. وبعد شوية بيبصوا يشوفوا ايه اللي حصل ولا الظابط عمل ايه. بس المفاجأة ان هم لقوا الظابط مش موجود، هو والعربية والموتوسيكل بتاعه هو اللي موجود. طبعا اللي جه في دماغهم في وقت زي ده ان هو اخد العربية في مكان بعيد عشان العربية تنفجر في مكان بعيد. طلعوا غلابة قوي والله. فاتصلوا بالبنك عشان يعرفوهم اللي حصل بالظبط، واللي رد عليهم مدير البنك. فطبعا فرحوا ان هو عايش، بس في نفس الوقت ادركوا ان ده مش ظابط وده حرامي، وخد العربية وهرب. وطلبوا الشرطة، والشرطة جت على المكان فورا عشان يتفقدوا المكان ويكتشفوا اي حاجة. والمفاجأة ان هنا الموتوسيكل اللي كان معاه مش موتوسيكل ظابط شرعي، انما هو كان معدله على هيئة موتوسيكل ظابط عشان يوهمهم. والشرطة حاولت ان هي توصل لاي حاجة او يعرفوا وصفه من الموظفين، بس هو طبعا ما كانش واضح قوي، لان طبعا الشرطة ما ينفعش تسكت لان المبلغ مش قليل. والشرطة عملت كمان في كل حتة في المدينة وبلغوا بمواصفات العربية. واللي اتكلف بالمهمة دي أكتر من 10 آلاف ضابط وقتها عشان يعملوا كمية الكمين دي كلها. بس ما كملوش حاجة ولقوا العربية مركونة في مقابر قريبة من مكان السرقة. لقوا كمان أثر عربية تاني، فوقتها فهم إن هو ركن العربية هنا وساب العربية دي. وبلغوا إن هم يلغوا كل الكمين اللي عملوها، لأنه طبعا زمانه مشي منهم بعربية تانية. المهم وصف للموظفين شكل الحرامي ورسموا صورة تقريبية ليه وطبعوها ووزعوا الصور دي على اليابان كلها. وكان في حوالي 100 ألف شخص شبهه. والضباط اللي مكلفين بالتحقيق في القضية دي كان عددهم كبير جدا، والتحقيق ده كلف أضعاف المبلغ ده. والحكومة صرفت المبلغ ده عشان تبين إن في نظام أمن قوي جدا ويثبتوا وجودهم. وفي التحقيق بقى ركزوا على 2. أول واحد مدير البنك، وده طبعا ما كانش فيه اتهام مباشر ليه، بس كان فيه كلام حواليه إن هو اللي دبر الكلام ده كله. وده بسبب ان العملية اللي هيتنقل فيها الفلوس لشركة توشيبا سرية جدا، محدش عارفها غير كان موظف من البنك وكان موظف من شركة توشيبا.
وتاني حاجة ان ما كانش فيه حراسة وقت نقل الفلوس، وان ازاي حد يقدر يعرف من بره البنك الميعاد المحدد واشمعنى الوقت ده بالذات واليوم ده بالذات. بس طبعا ما كانش فيه اي اتهام مباشر ليه عشان خاطر ما فيش اي ادلة. والمتهم التاني وده كانوا شاكين فيه جدا، واحد عنده 19 سنة، وده كان في عصابة محلية في المدينة عندهم، ابوه ظابط، وكذا مرة كان حد اتهمه ان هو حرامي عربيات. والحرامي طبعا وقتها غير كذا عربية عشان يتحرك بيها عشان يهرب من الكمائن. نفس الشخص ده كان عنده مهارة عالية جدا في سواقة الموتوسيكلات وبيحب يركبهم وعنده هواية. وطبعا كمان ان ابوه ظابط فعنده موتوسيكل ظابط، فعرف كل تفاصيل الموتوسيكل وقدر ان هو يعدله ويخليه شبهه. تالت حاجة ان هو شبه الرسمة اللي كانت مرسومة بالظبط. بس قبل ما يعتقلوه الشاب ده مات مسموم، والشرطة هنا شكت ان هو ده الشخص الحقيقي الحرامي اللي سرق ال 300 مليون ين. وقبل ما يعتقلوه الشاب ده مات مسموم، وهنا الشرطة شكت ان هو اللي سرق الفلوس فعلا. بس للأسف ما كانش فيه أي دليل حواليه، أو كان في احتمالات تانية زي مثلا إن هو عضو في العصابة دي، فالعصابة هي اللي موتته عشان خاطر هما مشاركين معاه فما يعترفش عليهم. ولما راقبوا العصابة لقوا إن هما اشتروا بيوت وعربيات وموتوسيكلات جديدة واعتقلوا ناس منهم، ولقوا عندهم مبالغ كبيرة فشكوا فيهم. وبالرغم من ان مفيش دليل قوي عليهم، بس ده اقرب حاجة الحكومة وصلت ليها. بعد 20 سنة الشرطة طلبت من الشخص ده ان هو يظهر نفسه، وهيبقى معفي من كل التهم اللي عليه، بس بشرط ان هو يظهر نفسه ويعرفوا مين الشخص ده. طبعا لان حيرهم اكتر من 20 سنة. بس طبعا هو مش عبيط ان هو يعمل كده، والقضية لحد النهاردة متسجلة ضد مجهول. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ولو وصلت لحد هنا متبخلش عليا بالدعم عشان القناة تكبر. وكان معكم حسن الخولي.